ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله جايين نتكلم في 3 حاجات هما يعتبروا شبه بعض جدا، وهما حاجه اسمها البادنج، وحاجه اسمها المارجن، وحاجه اسمها البورد. التلاتة تقريبا يعتبروا حاجه يعبروا عن حاجه واحده بس، وهي الحدود للحاجه اللي انت حاططها، سواء بقى صوره او حاجه زي كده. تمام. هنتعلم النهارده الكلام ده كله، بس الاول تعالوا اما اوريكم حاجه في الاول. بصوا كده يا شباب، ده برنامج الوورد، كلنا اكيد طبعا عارفينه. انا فاتحه بس عشان اوريك حاجه صغيره خالص. انا لسه فاتح الفايل ده حالا اهو، فالمفروض اني هبدا اكتب فيه. بصوا كده اللي بيحصل لما ابدا اكتب. بصوا، انا كتبت اهو. اخدتوا بالكم من حاجه يا جماعه؟ اولا، هو ليه ما بداش الكلام من فوق هنا كده؟ ما جاش من اول هنا كده وراح بدا الكلام مثلا، وما جاش كلام من الشمال. هو ساب مسافه من الشمال خالص اهي، المسافه دي كلها هو سايبها، وسايب المسافه دي كلها من فوق. ايه ده؟ هو ده بقى فكره البادل، الهوامش بتاعت الصفحه، الحته اللي انت ليك اخر ما تعرفش تدخلها في الكتابه. يعني بصوا كده، انا هكمل كتابه مثلا اهو. بصوا اللي هيحصل كده لما اكمل كتابه، على طول بينزل لوحده، وبيسيب لي برده هوامش شويه في اليمين. بصوا، ساب لي المسافات دي كده، والمسافات دي كده اهي، والمسافات من فوق اهي اللي هي الهوامش دي. كل دي اسمها هوامش بادنج. الكلمه هي عشان كتبتها لكم برده بادنج بالمنظر ده كده. طيب، ايه بقى فكره الهوامش دي؟ ده اللي احنا جايين نشرحه النهارده. تعالوا بقى نتكلم يلا ازاي بنقدر نعملها. طبعا ده فايل جديد خالص اسمه ماستر دوت سي اس اس، عشان نبقى نشوف فيه من الاول خالص. تعالوا نشوف الاول الفايل بتاعنا شكله عامل ازاي من جوه، وبعدين نتكلم. بصوا كده يا شباب، ده الفايل بتاعنا أهو. عادي جدا، مفيش فيه اي تنسيقات خالص. انا بس في باراجراف كتبتها وقعدت انا اكررها كتير عشان اوريكم البادنج والحاجات دي كلها. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنقدر ننسقه بالبادنج والحاجات اللي زي كده. بس خلي بالك ان الكلام بادئ من اول هنا في الشمال على طول اهو، ومن فوق على طول كده، مش سايب اي هوامش خالص. تمام كده. تعالوا بقى نروح نتكلم في البادنج ده. مبدئيا نعمل كومنت كده صغير عشان نتكلم فيه. البادنج. طيب، ايه هو البادنج؟ البادنج هو الهوامش الخارجيه للكلام بتاعك، الهوامش الداخليه للكلام بتاعك، معلش، الهوامش الداخليه للكلام بتاعنا. طيب، هو البادنج ده ليه كام اتجاه؟ ليه 4 اتجاهات عادي جدا. طيب، ايه هما ال4 اتجاهات بتوعنا دول، وهتفرق معانا في ايه؟ هقول لك انا اهو. ال4 اتجاهات بتوعنا هما توب، وبعدين رايت يعني فوق، وبعدين يمين، وبعدين بوتوم يعني تحت بوتوم، وبعدين ليفت يعني شمال. دول كده ال4 اتجاهات بتوع البادنج. طب بالترتيب ده؟ بالترتيب ده. طب هتفرق معانا في ايه الموضوع ده؟ تعالوا نقول. اول حاجه انا هعمل بادنج للكلام كله، يعني البادي كله. هعمل هنا بادي اهو، بادي بالمنظر ده كده، وافتح القوس وهكتب جواه انا عايز اعمل بادنج. انا هكتب بادنج بس كده الاول، مثال صغير، وبعدين هنتكلم فيه شويه. بادنج اهو 10 بكسل. مش هوضح بقى ال 10 بكسل دي من فوق ولا منين بالظبط. خلي بالكم هنا، انا قلت 10 بكسل، وما قلتش هي دي، قصدي انها مسافات من فوق ولا مسافات من الشمال ولا مسافات من اليمين ولا مسافات منين بالظبط. تمام كده. تعالوا نبص نشوف اللي هيحصل سوا. بص كده، ده الموقع بتاعنا اهو. راح سايب لنا مسافات شويه من هنا كده، هي ممكن تكون صغيره شويه، ممكن اروح اكبرها لكم عشان تشوفوها بشكل اوضح. اخليها مثلا بدل 10 بكسل اخليها 100 مثلا، بحيث انها تكون رقم كبير فتشوفه كويس يعني. اهو. بصوا كده المسافات اللي سابها لي. ساب لي مسافات من الشمال 100 بكسل، وشايفين المسافه قد ايه؟ ده كله ده 100 بكسل. تعالوا اوريكم البادنج ده بنعرفه منين. انت بتدوس في الموقع بتاعك في اي حته هنا كده اهو، بالماوس ليفت كليك، وبعدين تدوس على كلمه انسبكت، وتيجي هنا هتلاقيها موجوده هنا اهي قدام. ده البادنج بتاعنا. بصوا، البادنج ده اللي هو المربع الصغير اللي جوه، هوامش داخليه. بصوا كده اللي حصل. البادنج بتاعنا هو ساب 100 بكسل من الشمال، 100 بكسل من اليمين. المفروض سايب من فوق ومن تحت بس مش باينين معانا، بس انا راح اوضحها لكم برضو. بصوا، سايب مسافات من فوق اهي. شايفين المسافه قد ايه من فوق؟ ده كله متساب من فوق، خلي بالكم.
ما كانتش كده في الاول. انا ممكن اوقف لكم الكود خالص وتشوفوا، هتلاقوا ان ده كده كله هيرجع تاني هنا، كل الكلام ده هيرجع تاني في مكانه، تلاقي الكلام بادئ من اول هنا كده. طب ايه اللي حصل؟ ده كده البادنج، المسافات الهوامش الداخليه للكلام. مش هيبدا من اول الصفحه خالص، مش من اول هنا كده، لا بنسيب مسافات من فوق ومن تحت عشان الكلام يبقى واضح اكتر اللي داخل الموقع بتاعي. تمام كده. تعالوا اما نوقف الكود ده كده عشان نعمل كود تاني. هنعمل كنترول وحرف الزر عشان نقلبه كومنت. انا مش همسحه، انا بس بوقفه شويه. هنعمل بادنج بس للاربع اتجاهات. بصوا بقى كده معايا، هعمل بادنج اهو. انا عايز اعمل بادنج للاربع اتجاهات، يعني ما يسيبليش من فوق نفس اللي يسيبولي من اليمين، نفس اللي يسيبولي من الشمال، نفس اللي يسيبولي من تحت. انا عايز كل واحده منهم تكون ليها رقم مختلف. هو ده ينفع؟ اه عادي ينفع جدا. طب بيتعمل ازاي ده؟ بتكتب الاتجاهات بالترتيب اللي انا حاطه ده، اللي هو توب رايت بوتوم ليفت. بالمناسبه لما بنيجي نتكلم فيها ممكن تقولها الساعة 12، الساعة 3، الساعة 6، الساعة 9. دي الطريقة برضه نتكلم بيها يعني. بس ما علينا، أهم حاجة نكتب لي توب رايت بوتوم ليفت. طيب كده ازاي دي بقى؟ بصوا كده معايا. أنا مثلا عايزه يسيب لي من فوق، يسيب لي هوامش داخلية من فوق، مثلا هكتب 20 بكسل. مش محتاج أقول له توب، هو خلاص عارف الترتيب ده، الكمبيوتر يعرف الترتيب ده. توب رايت بوتوم ليفت. حلو. أنا عايزه يسيب لي من اليمين 10 بكسل، عايزه يسيب لي من الشمال 100 بكسل، عايزه يسيب لي من تحت هقول كام 30 بكسل بالمنظر ده كده، ونقفل الكود بتاعنا. تعالوا نشوف بقى يلا اللي هيحصل. بصوا كده يا جماعه اهو، ده الموقع بعد ما عملنا له بقى الاكواد الجديده. خلي بالك عشان تشوف البادنج، عشان تشوف البادنج بتاعك هو موجود هنا اهو. بصوا، دي الهوامش بتاعتنا، دي الهوامش بتاعت الكلام. ساب لي من الشمال، من الشمال كام؟ بصوا، من الشمال 30 بكسل زي ما انا كنت كاتب، من تحت 100 بكسل زي ما انا كنت كاتب، من اليمين 10 بكسل، من فوق 20 بكسل زي ما انا برضو كنت كاتب. لو واخدين بالكم تعالوا نشوف الموقع برضه شكله عامل ازاي من جوه اهو. كان الكلام في الاول جاي هنا كده شويه متاخد مسافه كبيره قوي يعني شمال، صح؟ لكن انا صغرت المسافات دي كلها فقربته تاني هنا قريب شويه، بس برضه مش زي الاول خالص لما كان الكلام بدأ من فوق هنا متحرك شويه. دي فكره البادنج يا جماعه. طب انا ازاي اقدر اشوف البادنج بتاعي؟ تيجي هنا كده في اي حته فاضيه وتدوس على كلمه انسبكت دي كده وتنزل تحت هنا، هتلاقي مربعات دي. شايفين المربعات دي؟ هو ده، ده البادنج. بص ده البادنج بتاعنا، دي اللون الاخضر اللي ظاهر معاك في الموقع ده حوالين الكلام ده البادنج بتاعك. في مشكله كده يا جماعه؟ طيب حاجه تانية، انا ككريم مثلا لا والله ده انا نسيت اعمل نسيت اعمل البادنج بتاعي، نسيت اكتب كل الاتجاهات. عادي اه عادي جدا. تعال نشوف كده. انا هكتب اتجاهات البادنج اتنين بس. هعمل كده اهو بادنج بالمنظر ده كده، بادنج. وهكتب بقى بصوا، المفروض ان احنا متفقين توب رايت بوتوم ليفت. انا هكتب التوب بس، هكتب التوب مثلا يكون 20 بكسل بالمنظر ده كده، وهكتب ان الرايت يكون 50 بكسل. اتفقنا؟ المفروض بعد كده بكتب البوتوم وبعد كده بكتب الليفت، صح؟ بس انا مش هكتبه. تعالوا نشوف بقى ده هيعمل معانا ايه. انت كده سايب اتجاهين ما كتبتهمش، خلي بالك ها. انت كاتب بس ان التوب 20 بكسل وان الرايت 50 بكسل. تعالوا نشوف بقى اللي هيحصل ايه. بصوا كده يا شباب، او تعالوا نبص في الموقع بعدين نرجع للصفحه دي. بصوا كده عمل ايه؟ خلي مسافات شويه زياده من اليمين ومسافات برضو من فوق عشان انا غيرت الارقام. تعالوا بقى نشوف ده عمل ايه في الكود بتاعي نفسه. انت المفروض كاتب اتجاهين بس، يعني المفروض بيغير لك في التوب وفي الرايت بس، صح كده؟ تعالوا بقى نشوف ايه اللي هيحصل لما اقول له وريني كل الاتجاهات ايه اللي حصل. زي ما اتفقنا انا كاتب التوب والرايت، يعني كاتب اللي فوق، اللي فوق اللي هو 20 بكسل ده، وكاتب اليمين بس 50 بكسل. بص بقى ايه اللي حصل. هو بياخد كل واحده زي اللي قدامها طالما انت نسيت وما كتبتلوش انت كل اتجاه. هو بياخد كل واحده شبه اللي قدامها. يعني ايه؟ يعني انت عندك التوب ده، التوب ده اللي هو فوق، اللي هو فوق ده كده. مش التوب ده يا جماعه بيكون قدامه البوتوم في وش بعض اهو، التوب قدام البوتوم كده. هو بيعمل ايه بقى؟ طالما انت ما كتبتلوش البوتوم هيبقى كام، يروح هو واخده زيه زي اللي قدامه. ده 20 يبقى انا كمان هبقى 20. طب ده 30 يبقى انا كمان هبقى 30. ده اولا. طب الرايت انا كاتب الرايت 50، صح؟ بس ما كتبتلوش الليفت. طالما ما كتبتش الليفت هياخده زيه زي الرايت اللي قدامه. ده 50 يبقى انا كمان هبقى 50. دي فكره مهمه جدا، خلي بالك ان هو بياخد كل حاجه زي الاتجاه اللي قدامه طالما انت ما حددتوش. تمام كده يا شباب؟
في مشكله كده معانا يا شباب؟ طيب تعالوا نتكلم في حاجه تانية قريب البادنج برضه من بعيد شويه. خلي بالنا، خلينا نكون متفقين ان البادنج هو الهوامش الداخليه. تعالوا بقى نتكلم عن المارجن. المارجن ده شبه البادنج كده خالص، هم كلهم شبه بعض اصلا، بس المارجن فيه فكره زياده يعني. المارجن بالمنظر ده كده. اول حاجه تعالوا نتكلم في الكلام العادي. اتجاهات المارجن. يا جماعه اتجاهات المارجن هي اتجاهات البادنج بالظبط، توب رايت بوتوم ليفت برضه. طب هو المارجن ده اصلا بيعمل ايه يعني؟ تعالوا نبص عليه ونشوف اللي بيعمل. انا كتبت كود اهو اسمه مارجن، وكتبت جواه بقى 20 بكسل، 10 20 بكسل توب، 10 بكسل رايت، 100 بكسل بوتوم، 30 بكسل ليفت. تعال نشوف بقى ده بيعمل ايه. المارجن اهو يا شباب. طب ايه المارجن ده بقى وايه الفرق بينه وبين البادنج؟ بصوا، البادنج هو الحدود الداخليه اللي لازقه في الكلام على طول، دي الحدود اللي لازقه في الكلام على طول. لكن المارجن هو الحدود الخارجيه بتاعتي. بصوا كده اهو، ده المارجن اللي انا دايس عليه من بره، ده هو ده المارجن. هو ده اللي ملون لي اللون الاورنج اللي حوالين الكلام بتاعي اللي هو ايم انجينير ده. هو اللي ملون لي اللون الاورنج البعيد ده. شوفوا، هي حدود مش لازقه في الكلام بتاعي. تمام يا شباب؟ ده المارجن. طيب ماشي تمام زي الفل. طيب المارجن على فكره يا جماعه نفس فكره البادنج بالظبط برضه. لو ما كتبتلوش اتجاهين ثلاثه، قصدي لو كتبت له اتجاهين بس والباقي ما كتبتوش، هيروح واخد كل واحده من اللي قدامها. تعالوا الاول نتكلم في حاجه اهو. تعالوا نشوف دي كده اهو. انا هنا كتبت له مارجن 20 بكسل و10 بكسل، يعني المفروض التوب 20 بكسل والرايت 10 بكسل. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل سوا. اهو برضو نفس الكلام. انا كتبت له ان التوب 20 ماشي، وان الرايت 10. ايه اللي خلاه بقى خد الفكره بتاعت ان البوتوم كمان يبقى 20؟ عشان يا جماعه هو بياخد كل واحده من اللي قدامها. طيب وبرضه انا كتبت له ان الرايت 10، راح واخد لي من نفسه ان كمان الليفت 10 من نفسه كده. من نفسه. طالما انت ما قلتش انا هاخده لنفسي من نفسي على طول. هاخد كل واحده من اللي قدامها. طيب ماشي. في حاجه، انا هنا كده كتبت اتجاهين، كاتب التوب وكاتب الرايت. طب افرض انا عايز اكتب اتجاه واحد بس، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نجربها ونشوف. انا هكتب هنا كده مارجن، برضه مارجن كده، وهكتب اتجاه واحد بس 10، هكتب مثلا 100 بكسل عشان يبقى واضح قوي في الصوره قدامنا. بس مش هكتب غير الاتجاه ده. ايه اللي ممكن يحصل بقى؟ خلي بالك، انا المره اللي فاتت كنت كاتب التوب والرايت، فهو خد التوب خد قصادها البوتوم، والرايت خد قصاده الليفت، وزي الفل قوي كده، خد كل واحده من اللي قصادها. طيب لكن دلوقتي انا كاتب اتجاه واحد بس اللي هو التوب، كاتب 100 بكسل، وما وضحتش اي حاجه تانية، ما كتبتش اي حاجه تانية. ايه اللي ممكن يحصل في الحاله اللي زي كده؟ بيروح على طول المتصفح بتاعنا اللي بنفتح فيه الاكواد، بيروح جاي واخد ال 100 بكسل دي على كل الاتجاهات. يعني بياخد 100 من فوق، 100 من اليمين، 100 من تحت، 100 من الشمال، على طول كده على طول. طالما انت ما وضحتش انا هاخدهم ليهم كلهم. انت كنت كاتب له 100 للطب بس، طب بقيه الاتجاهات انت ما كتبتهاليش، انا هاخدها من اللي موجوده وهخليهم كلهم 100. تمام، خليك عارف المعلومه دي. نيجي بقى لاهم واحده فيهم يا شباب، وهي البوردر. تعالوا نتكلم كده عنها الاول، بس قبل ما نتكلم تعالوا، انا هاجي في الباراجرافات بتاعتي وهعمل كلاس في باراجراف معين. خلينا ناخد مثلا حاجه من النص كده في نص الموقع علشان تبقى ظاهره قدامك برضو بشكل افضل. هعمل هنا كده كلاس هسميه مثلا كريم بالمنظر ده كده. تمام. وهاجي بقى هنا في الكود بتاع ال CSS وهحط البوردر ده للكلاس ده بس، مش هحطه للبادي كامل زي ما انا كنت عامل. هي هنا هكتب دوت كريم كده بالمنظر ده، كريم، نفتح الكود اهو كده. وهشتغل بقى يلا على كود البوردر. تعالوا نتكلم فيه يلا. البوردر اهو، ده البوردر. طيب البوردر ده يا جماعة هو الحدود اللي بتبان. خلي بالك وانت جوه الموقع حاليا. تعالوا كده نشوف الموقع سوا. ده الموقع بتاعنا اللي هيظهر قدام العميل. خلي بالك البادنج والمارجن، انت عارف تأثيرهم وعارف ان هم اللي عملوا المسافة دي وهم اللي عملوا المسافة دي. تمام. بس العميل لما بيخش عندك مش بيخش يدور لي على البادنج والمارجن، مش بيبان قوي قدامه غير لو هو مركز وانه عايز يشوفهم. لكن البوردر هي الحدود اللي هتبان بقى، هتبان بكل سلاسة عادي. طيب تعال نشوف بقى بتعمل ازاي.
بص يا سيدي، اول حاجه بكتب كود اسمه بوردر، وده بكتب فيه حجم البوردر زي ما كنا بنعمل في HTML. كنت بقعد اقول لكم اكتبوا بوردر 1 بوردر 2 بوردر الحاجات دي عشان تكتب لي حجم الحدود بتاعته. انا مثلا هعملها انها تبقى 10 بكسل. تمام، دي اول حاجه. طيب وبعدين تعال نشوف الموقع الاول وبعدين نتكلم. 10 بقى المفروض بقى يشتغل يعني، صح؟ تعال نشوف كده. ادي الموقع بتاعنا واديني شغلت وكتبت ان البوردر يكون 10 بكسل. ايه اللي حصل بقى؟ مش شغال ليه؟ تعالى ما افهمك. عشان الكود بتاعك يشتغل انت بتحتاج الاول تحدد كام حاجه. اول حاجه حجم البورد، وده اللي احنا حددناه فوق. حجم الحدود انت حددتها هنا اهو، بوردر 10 بكسل، خلاص خلصنا. محتاج بقى اقول نوع الحدود ايه، يعني خط يقفل ولا نقط ولا مربعات ولا ايه بالظبط. عشان كده عندنا كود اسمه بوردر ستايل. بوردر ستايل. طيب انا اول نوع جوه البوردر ستايل هو كلمه سوليد، وهوريكم نتيجتها عامله ازاي وهنغيرها ازاي كمان. طيب حاجه كمان، محتاجين نحدد لون الحدود ايه. انا مثلا ممكن احدد اللون واخليه احمر، وهنرجع نتكلم في الموضوع ده شويه حلوين. اهو يا شباب، حدد لي كل باراجراف من دول لوحده ولونه لي باللون الاحمر، وعمل حواليه مربع كده. واخدين بالكم يا شباب؟ طيب تعالى نتكلم في حاجه تانية بقى. هو في انواع تانية غير السوليد دي؟ في كتير، بس طبعا السوليد هو اشهرهم وهو الاكثر استخداما يعني. في واحد تاني اسمه دبل بالمنظر ده كده. دبل. تعال نشوف الدبل ده بيعمل ايه. طبعا انا هنا بتكلم في البوردر ستايل. بصوا اهو، ايه اللي حصل؟ عمل لي زي مربعين كده، مش مربع واحد حوالين الكلمه، مربعين اهو. ادي مربع وادي مربع التاني اللي واخدين بالكم، مربعين حوالين الكلمه. ده بكود اسمه دبل. هو في ستايل تاني، في ستايل تاني، في ستايل اسمه دوتد. دوتد ده يعني منقط. طب تعال نشوف بيعمل ايه. اهو عمل لي نقط حوالين الكلام. طيب ماشي. في ستايل كمان اسمه داش، بس انا مش هجربه، عايزك انت اللي تجربه. اسمه داش، هسيب لكم كلمه بره كده. داش او المنظر ده كده. جربوه وشوفوا انتوا بنفسكم النتيجه. اتفقنا؟ طيب تعالى نتكلم في حاجه تانية. هو انا لازم يكون الحدود كلها لونها احمر؟ ما ينفعش نعمل مثلا حته حمراء وحته زرقاء وحته خضراء؟ عادي جدا. فاكرين الترتيب بتاع توب رايت بوتوم ليفت ده؟ ممكن نعمله عادي. انا هنا كاتب ريد، اتحط في التوب. سيب مسافه واكتب بعدها مثلا جرين، او هنتكلم في الوان واضحه شويه، بلو مثلا. بلو اهو. وبعدين جرين، بعدين يلو مثلا. ايه اللي هيحصل؟ لا بصوا كده. بصوا اهو. بس انا هروح اخليها لكم خطوط برضه عشان تبقى باينه اكتر. اهو يا شباب، لو واخدين بالكم، هو هنا عمل لي اللي فوق احمر عشان كتبتها اول واحده ريد، وبعدين على اليمين ازرق، وبعدين تحت اخضر، وبعدين على الشمال اصفر. لو واخدين بالكم، توب رايت بوتوم ليفت. احفظوا الترتيب ده لانه مهم جدا يا شباب. تمام كده؟ طب تمام. نصيحه مني بقى، نصيحه مني، انا مش هعملها قدامك في الفيديو ده. نصيحه مني، انت وانت بتحاول تجرب الاكواد دي، اقعد جرب اكواد، غير في الحجم البوردر ده، يعني زي ما كنا بنعمل في المارجن في الكلام ده. إن انا مثلا احط هنا ارقام، مثلا هنا 10 بكسل اهو، هنا كده 10 بكسل. ثواني. هنا كده 10 بكسل مثلا، حط هنا 20 مثلا 30 بكسل اهو زي ما انا عملت. اقعد جرب وشوف النتائج، واقعد كمان جرب